أي واحد بيحس إن هو حاسس إنه مقهور أو حقه مهضوم أو إن هو مش عارف يعيش طبيعي زي بقية الناس، يعرف ياخد حقه أو يعبّر عن رأيه علشان حقه ما يضيعش، أو حاسس بالظلم أو القهر أو عايش دور الضحية، الفيديو ده ليك أنت. معاكم رندا إبراهيم معالج نفسي، ويلا بينا نتكلم على دور الضحية وإزاي إن أنت تتغلب عليه بأبسط الطرق وبقاعدة مهمة جدا لو خدتها في حياتك هتفرق جدا معاك وفي مهاراتك في اللايف ستايل بتاعك في شخصيتك. يلا بينا. طبعا انتوا عارفين في قصة سيدنا موسى ان هو دايما من خلال مواقف كتير خصوصا في سورة الكهف ان هو عنده فضول. فاللي حصل ان هو كان عايز يعرف، والفضول كان عنده ان هو يعرف هو العدل عند ربنا موجود ومستخبي فين. ناس كتير لما بتحس بالظلم دايما بيبقى عندها سؤال وبترجع تستغفر ربنا وتقول استغفر الله العظيم يا رب، انا ما اقدرش اسال ربنا يسالنا بس احنا ما نسالهوش ونقول له ليه كده يا رب حرام. فالقصه دي هتخليك تبطل تسال. كان سيدنا موسى لما سأل ربنا سبحانه وتعالى أرني عدلك يا رب، كان في قصة إن كان في واحد ماشي وهو بالخيل بتاعه نزل، كان عطشان جدا، راح على البير، فك الفلوس اللي كان حاططها على وسطه وحطها على جنب وبدأ يشرب من المية ويشطف وشه، وإذ فجأة جه واحد طفل صغير أخذ الفلوس ومشي. بعد ما الطفل أخذ الفلوس ومشي، جه واحد كبير في السن بيشرب من المية. الراجل لما خلص صلواته وبص لقى قدامه الراجل الكبير، ما شافش حد تاني، فرفع عليه السيف وقال له أنا لازم أقتلك وإلا لازم تديني الفلوس بتاعتي دلوقتي. قال له يا ابني أنا ما خدتش منك حاجة. قال له لا، أنا عايز الفلوس بتاعتي، أنت اللي خدتها، ما فيش حد غيري أنا وأنت هنا. وفعلا هو قتل الراجل. سيدنا موسى اندهش وقال يا رب العدل موجود فين في القصة دي؟ جه ربنا سبحانه وتعالى وهو موسى كان كليم الله، قال له إن الطفل ده أبوه كان شغال عند الراجل اللي كان معاه الفلوس، ولما توفاه الله كان له مرتب على مر السنين الراجل كسب، فالفلوس دي من حق الطفل ده. قال له طب أنا دي وفهمتها، بالنسبة للراجل الكبير يتقتل ليه وهو ما سرقش؟ قال له الراجل ده زمان قتل أبو الراجل اللي كان شايل الفلوس في وسطه فاتقتل. فقال له ومن قتل يقتل ولو بعد حين. فأي حد بيعمل أي حاجة بتترد له بعد كده. القاعدة اللي انت المفروض تاخدها من القصة دي، ما تبصش في التفاصيل. اوعى تدخل جوه تفاصيل القصة عشان تفهم، مش هتفهمها، مخك مش هيستوعبها، وعيك مش هيستوعبها، لكن افهم دايما الرسالة ما وراء الحدث. فدايما لما يجيلك موقف صعب وحاسس فيه ان انت دور الضحية، ما تحسش بدور الضحية. بدل ما تحس بدور الضحية اسأل نفسك سؤال: ايه الرسالة اللي المفروض استفيد منها في الموقف اللي حصل ده؟ هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيرشدك للطريق الصح وبيرشدك لأقرب إجابة تناسب الموقف اللي انت فيه وتناسب شخصيتك، وبالتالي من هنا هيبدأ التغيير. واحنا قلنا دايما التغيير بيبدأ من الداخل. فعشان كده انت لما تيجي تفكر في ما وراء الحدث وليس تفاصيل الأحداث هتقدر تستوعب. علشان ما تحسش النيجاتيفيتي اللي انت بتحسها دي، دايما اسأل هو ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لي ايه في الحدث اللي حصل ده؟ ساعتها هتفهم رسالة رب العالمين ليك، وساعتها هيبقى عندك الفطنة وعندك القدرة على انك انت تقرأ ما وراء الحدث، وبالتالي انت هتشوف اللي يناسبك وتتغير، وهتتغير للأحسن. شكرا لكم، سلام عليكم.